حصلت خلافات زوجية ما بيني وبين زوجتي وأنا برا مصر أصلا، وفاجئ بإن حد راح لي البيت وقال إن أنا عليا حكم غيابي سنة أو 6 شهور في قضية تبديد منقولات. هو أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض إن حضرتك بتشوف محامي كويس وثقة تقدر تثق فيه وتعمل له توكيل وتبعته له، وهو هيوثقه هنا في الخارجية ويظبط الدنيا كلها. بعد كده هو هيعمل إيه؟ هيعرف القضية ويصورها ويعمل لك معارضة ويقابلك في المطار، بحيث لو حد حاول يمسكك، لا احنا اصلا علينا حكم غيابي، احنا كنا بره مصر وادي المعارضة، انت من حقك تعارض في الاحكام الغيابية عشان ده حكم غيابي مش حكم حضوري. بعد المعارضة انت بتدخل الجلسة وبتقدم شهادة تحركات وبتثبت بكافة طرق الاثبات ان انت ما بددتش المنقولات دي وهي اصلا قاعدة في البيت وانت ما خدتش حاجة. ساعتها وارد جدا القاضي يديك حكم مع ايقاف التنفيذ او يديك البراءة.